احنا اسره. يعني انا واحد من الناس دي. انا ممكن ابقى مش كبير في السن، انا عندي 34 سنه، بس انا لسه يعني كان البيرنتس اللي قاعد متضايق وقاعد عايز يسمع، واللي قاعد بالظبط. مبسوط واللي قاعد عايز يفهم. انا ده مامتي كانت واحد منهم في يوم من الايام، بابايا كان واحد منهم في يوم من الايام. انا نفسي حاسس بالكلام ده. بلس انا النهارده موجود في مجلس الاداره، موجود از اي حاجه، از اي تايتل. ما انا الناس دي انا وشي في وشهم، انا مش هقطع علاقتي بسكواش. طبعا. يعني موجود او مش موجود، مش هقطع علاقتي بسكواش. فبالعكس ده حاجه بوزيتيف ان انا دلوقتي في البوست ده ممكن اطلع افهم للناس او اشرح للناس او ندسكاس مع الناس اي حاجه ممكن يبقى في يعني حاجه مش فاهمينها. اهلا بيكم في حلقه جديده من كتف قانوني. زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، المرحله اللي جايه مهمه جدا بالنسبه للسكواش في مصر، خصوصا بعد ما بقت لعبه اولمبيه. وعشان نسمع راي تاني ووجهه نظر مختلفه، معانا النهارده احمد حواس، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري والمرشح المحتمل للدوره الجديده. احمد، ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. مبسوط والله ان انت يعني اخترت البودكاست بتاعنا عشان تطلع تتكلم مع مجتمع السكواش. طبعا انت يعني غني عن التعريف، بس يعني انت حاليا عضو مجلس اداره في اتحاد السكواش، وان شاء الله هتنزل الانتخابات اللي جايه. ان شاء الله. فوجودك معانا في الوقت ده مهم، انك تتكلم براحتك وتقول كل الكلام اللي انت محتاج تقوله بالنسبه للمرحله اللي فاتت والمرحله اللي جايه، عشان يعني كل مجتمع السكواش يسمع وجهه نظرك. يعني ولا ماي بلاجر ان انا جيت معاك النهارده، ده انا اللي بشكرك. شرف لينا. يعني هتدينا حق الرد وهتدينا حق ان احنا نتكلم في كل حاجه، وفعلا من غير اي تحفظات هنتكلم كده. يعني باين من القعده وباين من لا بص، الديكوريشن وباين من كل قاعده حاجه، باين من قعدتي اصلا براحتك. دلوقتي انا قاعد براحتي خالص. هنقعد أيوة. ندردش في كل حاجه، نفتح كل الفايلز. تعالى يعني نشوف. كلام انا جميل. انا ويلنج ان انا يعني انا عمري ما طلعت اتكلمت مع الناس في حاجه، حتى يعني مش اكتف جدا على السوشيال ميديا. انا حتى كنت بدردش معاك قبل ايوه الحلقه، ايوه، مش اكتف. ففرصه من خلال البودكاست ده ان انا يعني نتكلم في كل حاجه، في حاجات ممكن الناس تبقى حابب ان هي توصل لها. ده ف كلام جميل. بص يعني طبعا ايه، يعني في البدايه بس انا كنت عايز اقول حاجه. طبعا الحلقه اللي فاتت كان معانا كابتن عاصم خليفه، اللي هو الرئيس الحالي للاتحاد السكواش ومرشح ان هو ينزل الانتخابات اللي جايه. وهو الراجل كان حابب ان هو يجي معانا وبرضه يتكلم مع مجتمع السكواش. هو كان شايف ان في حاجه غلط حصلت، وهو كان بيقدم اعتذار، وانا شفت ان دي حاجه كويسه ان هو يعملها، وبتبين ان هو مهتم، يعني فارق معاه الناس يعني. فدي كانت حاجه كويسه بالنسبه لنا ان هو اختار انه يجي هنا. وبرده لما انت اخترت برده ان انت تيجي وتتكلم هنا، برده احنا انبسطنا جدا وشايفين دي حاجه مهمه جدا. والحاجه الاهم اللي انا حابب اعلق عليها يعني، ويمكن الناس مش واخدين بالها منه، والناس مركزه اكتر في ان في ممكن اختلاف في الراي في بعض الحاجات. بس الحاجه اللي انا خدت بالي منها انه فكره انكم مهتمين انكم تتكلموا مع مجتمع السكواش وكل واحد فيكم يوضح وجهة نظره. انا شايف ان دي حاجة مهمة جدا، وحاجة يمكن اول مرة تحصل في اي اتحاد واي لعبة. يمكن مجتمع السكواش عشان مقفول على نفسه شوية، فهم ما بياخدوش بالهم الالعاب التانية بيحصل فيها ايه. بس فعليا الاتحادات ما بتهتمش قوي بالمجتمع بتاعها، لانه بالرأي العام عامه. لانه ببساطه لعبه الانتخابات حاجه تانية خالص. يعني ملهاش علاقه ولا بالاولياء الامور ولا بالمدربين ولا بالحكام ولا باي حاجه من الناس دي. بس انتوا عشان انتوا ناس يعني ناس يعني فارق معاكم المكان اللي انتوا فيه، وفارق معاكم انكم توضحوا وجهة نظركم للناس اللي موجودين، ويمكن ده يكون سبب بالنجاحات اللي انتوا بتحققوها. فانتوا جيتوا وطلعتوا ووافقتوا ان انتوا تطلعوا في الوقت ده وتتكلموا. فانا بصراحة بحييكم مبدئيا على الشجاعة دي، ان ما كانش انت مش مطالب ان انت تتكلم مع اي حد صح وتوجه من وجهة صح. نظرك. بس كون ان انت قررت ان انت تعمل دي، وكون ان هو قرر ان هو يعمل ده، فدي حاجة انا شايف ان هي حاجة كويسة ومحترمة. وفي الاخر الهدف انه كل حد يتكلم براحته ويقول وجهة نظره ويقول البرنامج بتاعه، وفي الاخر الناس هي اللي هتحكم ايه الاصلح ليها يعني. صح. بص فانا اصل احنا اسره. يعني انا واحد من الناس دي. انا ممكن ابقى مش كبير في السن، انا عندي 34 سنه، بس انا لسه يعني كان البيرنتس اللي قاعد متضايق وقاعد عايز يسمع، واللي قاعد بالظبط. مبسوط واللي قاعد عايز يفهم. انا ده مامتي كانت واحد منهم في يوم من الايام، بابايا كان واحد منهم في يوم من الايام. انا نفسي حاسس بالكلام ده. بلس انا النهارده موجود في مجلس الاداره، موجود از اي حاجه، از اي تايتل. ما انا الناس دي انا وشي في وشهم، انا مش هقطع علاقتي بسكواش. طبعا. يعني موجود او مش موجود، مش هقطع علاقتي بسكواش. فبالعكس ده حاجه بوزيتيف ان انا دلوقتي في البوست ده ممكن اطلع افهم للناس او اشرح للناس او ندسكاس مع الناس اي حاجه ممكن يبقى في
يعني حاجه مش فاهمينها. هو ده الهدف وده التوجه بتاعنا هنا في البودكاست من اول حلقه، ان احنا بنحاول نقرب وجهات النظر. احنا بنحاول نقرب الناس المسؤولين في الرياضه بالمجتمع بتاعهم، انه هو لان احنا شايفين انه ده حق من حقوق الناس دي ان هم يفهموا، لانه انتوا قراراتكم بتاثر على حياتهم، بتاثر على كل حاجه. يعني اللي بيلعب رياضه ده بتبقى حياته كلها الرياضه بتاعته. صح. فهو اقل حق ليه ان هو يعرف الناس اللي موجوده دي بتفكر في ازاي في المستقبل، الناس اللي عندها خطه ولا ما عندهاش خطه. ده حق يعني اصيل المفروض يكون موجود ليه. صح. للاسف النظام الانتخابي بتاعنا حاليا مش بيدي وزن كبير للمجتمع ده. يمكن في بلاد تانية الانظمه بتبقى مختلفه، بس في الاخر النقطه بس اللي انا يعني بكررها انه حاجه كويسه جدا ان انتوا قررتوا تعملوا ده. ويمكن دي اول مره تحصل في اي اتحاد من الاتحادات، ان انتوا قبل وقت الانتخابات اللي هو الوقت المهم ان انتوا تبقوا بتتكلموا مع مجالس ادارات الانديه او بتعملوا، انتوا مهتمين ان انتوا تيجوا وتوضحوا وجهه نظركم والمشاكل اللي موجوده او الخلافات اللي موجوده وده بيبين ان انتوا بتحترموا الناس دي فعلا، ان انتوا موجودين عشان تخدموهم. صح. فاحنا يعني كانت المقدمه دي كانت مهمه، لان انا في ناس كتير قوي كلمتني هو انت دخلت الانتخابات ولا ايه؟ هو انت لا هو الموضوع اصل هو فعلا زي ما انت قلت، هو الموضوع يعني اي السوشيال ميديا او الفيسبوك او اي حاجه ملوش علاقه بالانتخابات خالص. يعني دول طبعا احنا مش مجلس نواب مثلا فانا مستني الشعب دي. لا هي مالهمش صوت يعني. هي ما لهمش صوت. هم طبعا هم البلاتفورم المهم جدا، هم الاسيتس بتاعتنا، وهم لو مش موجودين يبقى ما فيش، يبقى احنا كمان مش موجودين، مش موجوده، واحنا كمان مش موجودين بالظبط. وهم اللي بيوصلوا لمجالس الاداره ده بيسبورت ده مش عارف ايه ده بحياديه كامله بفيرنس كامله. ما انا ما بشوفش، خلي بالك اكس ده في نادي ايه وده الصح لازم طبعا. انا ما بشوفش اكس ده. فانا النهارده طالع في ممكن 2 من نفس النادي على فكره، حد بيبقى بيحب احمد جدا وحد بيبقى بيكره احمد جدا، مش فارقه. انا كل اللي فارق معايا ان الناس تفهم ان او يوصل لها ان احنا نفسنا يبقى عندنا استراتيجي، وعندنا اوريدي استراتيجي. في شويه معوقات اكيد يعني انت مش هتسيبني فيها وهتخش في كل التفاصيل، فيعني هنخش فيها واحده. طيب حلو، خلينا كان مهم ان احنا نقول المقدمه دي، بس خلينا بقى نخش في الموضوع. انا برضو عاده اي ضيف بيبقى موجود بحب اعرف هو علاقته باللعبه ايه، او علاقته بالرياضه ابتدت ازاي من الاول خالص، لان دي برضو بتبقى حاجه مهمه ان الناس تبقى عارفه. يعني ايه اللي ربطك بالسكواش؟ ايه اللي خلاك تلعب بالسكواش؟ مشوارك في السكواش كان عامل ازاي لو انت لعبت يعني على بشكل احترافي؟ بدأت سكواش وانا عندي 6 سنين. بدأت السبورتس عامه وانا عندي 3 سنين. حلو. كنت صغير قوي، لعبت جمباز، بعد كده لعبت جمباز وسباحه. بعد كده معدي صدفه مره كده من قدام بيلدينج في نادي الشمس، لقيته منور فقلت اروح اتفرج. يوم ما رحت اتفرجت، تاني يوم على طول لعبت سكواش الصبح. ملاعب السكواش بتاعت نادي الشمس دي كانت مشهوره قوي في مصر قدام التراك وبتاع كبير وبتاع. خلصت تاني يوم رحت لعبت، بقيت ما بين السكواش وما بين السباحه. حبيت السكواش جدا. لعبت وانا عندي 6 سنين. دخلت اول بطوله وانا عندي 7 سنين. اول بطوله بروفيشنال لعبتها وانا عندي 10 سنين ونص، او كنت لسه ما كملتش 11 سنه، اللي هي بريتش اوبن. ورحت ولعبت فيها كويس ووصلت للكوارتر فاينل. كنت لسه صغير. بدات بقى كل الايفنتس، لعبت بريتش، لعبت كل البطولات في اوروبا. وصلت فاينل في بريتش دي 3 مرات. وصلت فاينل في بريتش اوبن. وصلت فاينل في البريتش 3 مرات، سيمي فاينل مرتين. حلو. لعبت بقى كل البطولات، بطولات عربيه، لعبت بطوله افريقيا، مثلت مصر في بطولات العالم، مثلت مصر في بطوله افريقيا وكسبنا بطوله افريقيا وكسبنا بطوله عربيه كذا مره. يعني انا بحكي لك من اول 11 سنه لحد 19 سنه. انت يعني كملت لحد سن كام؟ انا كملت لحد بي اس اي. انا لعبت بي اس اي. انا لعبت 19 ولعبت رجال، كنت اول جمهوريه تحت رجال. لعبت 23، كانت لسه يعني 23 ايفنت رجع تاني. كانت اتلغى شويه، اتعمل شويه واتلغى، كان رجع تاني. ووصلت لنمبر 1 في كل دول، كل الايفنتس دي وصلت فيها نمبر 1. وصلت لعبت بي اس اي، يعني لعبت لي مثلا بتاع 1.5 سنة او سنتين. دخلت بقى في الشغل بقى دخلت في الشغل الجامد ده. بعد كده جات لي انجري سخيفه، بلس المنتاليتي بتاعتي ما كانتش انتو بروفيشنال قوي. يعني خلي بالك طبعا الجيم صعب جدا، طبعا السفر صعب جدا، الموضوع كله امكانيات الماديه برضو محتاج ان انت تصرف كتير قوي في الاول عشان تقدر تجين. طبعا. موضوع السبونسرشيب زمان كان معدوم، كان يعني كان الكونسبت مش مفهوم قوي. بالذات على السكواش ما كانش مفهوم قوي، غير ايام بس براده هو اللي كان فيه شويه سبونسرز كده وبتاع. بعد كده ما بقتش موجوده. بعد كده مرنت
اتمرنت كمان شويه؟ مرنت حبه حلوين، مرنت اولموست مرنت 5-6 سنين مثلا. فين؟ في نادي الشمس بقى؟ 5-6 انديه فعلا. مرنت في الشمس والصيد وهليوبلس وبلاك بول ايدك في الموضوع والزهور يعني مرنت كتير، حلو ومرنت جدا. كل يعني مرنت ناس، يعني مثلا انا مرنت بيج نيمز يعني. زي مين؟ ما تقول لنا كده. هانيا مثلا، انا مرنت هانيا حمامي. هانيا حمامي مرنتها في هليوبلس. كنت بمرن واحد اسمه مروان طارق، ده كسب بطولة العالم تحت 19 سنة. يعني سمعت يعني عنه. ده كان في نادي الصيد. فمرنت على مستوى عالي يعني مرنت، لعبت يعني، انت لعبت على انا مستوى خدت عالي كل حاجة. بص، خدت ومرنت السكواش على... ده من كل السايدز بتاعته. بعد كده اشتغلت، بعدت عن السكواش شوية. قررت ان انا يعني كنت شغال ركز بقى في في الكارير. البانكينج سيكتور. بعد كده قلت ايه ده، انا بعدت عن السكواش خالص. ايه ده، انا عشت عمري كله وعشت حياتي كلها في السكواش. طب ايه الحته دلوقتي اللي انا ممكن اد فاليو ليها؟ ايه الحته اللي انا ممكن اضيف لها في اللي اكتسبتها من البنك، اقدر اضيفها في اللعبه اللي انا بحبها؟ خلي بالك السكواش ده اللي يخشوا نو يبعد عنه. هتلاقي حتى اولياء الامور هم بيتفرجوا، لا هم عايزين يروحوا يتفرجوا. طب ما تيجي نجرب، بيبقى نفسهم بيقعدوا يعملوا مش عارف ايه. هي اكشنز، هي لعبه هي لعبة سريعه، أكشنز والمنافسه جدا فيها جدا المنافسه جدا فيها قويه جدا جدا. وممكن تكسب على ثانيه وتخسر يعني. حتى لما بتفرج على اولياء الامور بيبقوا بيتفرجوا على اولادهم، بتحس ان هم اللي بيلعبوا جوه بيلعبوا جوه بجد يعني. اه، احنا عندنا لعبه فيري حصل من كومبيتيتيف. كتر ما الموضوع بيبقى ستريسفul جدا والناس بتاخده على قلبها، لا يعني موضوع صعب. بيتعبوا دي حقيقه، هي لعبه صعبه، مش لعبه. فمن هنا وفيزيكلي بقى كمان لعبه صعبه طبعا. جدا. يعني خلي بالك، هي يعني من لعبه من اعنف الالعاب طبعا بعد البوكسنج يعني. لعبه عنيفه جدا. بس فدي يعني ده بقى المشوار بتاع طيب ازاي بقى دخلت بقى على يعني جات لك ازاي فكره ان انت ترشح نفسك او تبقى موجود في دي الاداره؟ تكمله للباراجراف اللي انا كنت بقوله لك، ان هي طب انا هضيف ايه بقى؟ طب انا مكاني دلوقتي مانجيريال ممكن يبقى كويس، تكنيكال انا راجل تكنيكال فاهم، لان عديت بكل الايفنتس وكل الدرجات، وفي نفس الوقت مانجيريال انا يعني قادر ان انا ازاي ادير وازاي انقل التجارب بتاعتي بالويكنس اللي كانت عندي از ا بلاير، بالحاجات البوزيتيف اللي موجوده دلوقتي، او بالحاجات البوزيتيف اللي كانت موجوده برضو از ا بلاير، بالحاجات البوزيتيف اللي عندي دلوقتي از ا ليدرشيب او از ا مانجر، حاجات اداريه. طب ازاي انقلها لدي؟ فدخلت كان في دوره تكميليه، كان في احد يعني كذا حد من الزملاء قدم استقالتهم، فبقى في 2 فيكنس فاضيين، فدخلت انا وكان 2 من زملائي يعني. كسبت انا ودكتور طارق توبوزيت. حلو جدا. يعني حضرتك انت كنت بقى ايه، ابتديت لقيت ان انت بقى اكتسبت شويه خبرات اداريه، وانت اوريدي تكنيكلي فاهم في اللعبه كويس، ان انت كنت لعيب، فحسيت ان انت بقى عايز ترجع تاني صح. تحاول تخدم المجتمع السكواش ده بشكل ما يعني. صحيح. جميل. طيب احنا وصلنا بقى انت دخلت الانتخابات التكميليه، وهل عندك خلفيه ايه اللي حصل في موضوع الناس اللي استقالت؟ لانه يعني احنا نعرفه انه كان في 4 استقالوا تقريبا. صح. ودخل منهم ناس، دخل مكانهم ناس تانية من ضمنهم انت يعني. استقالوا ليه؟ هو في 4 استقالوا يعني. هل في سبب محدد؟ اصله يعني عدد كبير ان هو يستقيلوا في يعني ما عنديش باك جراوند قوي. اكيد عندك برضو شويه يعني عندي، بس طبعا خلفية. يعني مش ما عنديش حاجات فاليدز، ما عنديش فاكتس. هو كان في 4 استقالوا، اتفتح الانتخابات على 2. ما عنديش يعني كل حاجه يعني اختلافات الفتره دي. كان في خلافات الفتره دي مش اختلافات، كان في خلافات، اصل الاختلافات وارده وبتحصل وحاجه هيلثي جدا، بس كان في خلافات كتيره لحد عايز يعني يفضل هو اللي مسيطر، هو اللي يقول، ما عندوش الابيليتي ان هو يسمع لحد او يغير مثلا في حاجه او يجرب حاجه جديده او يسمع فيجن حد ممكن يبقى صح. فاعتقد ان سببها، اعتقد يعني يعني مش نوت شور، انت حاسس انه نفس المشكله اللي كانت عندك كانت ممكن تكون عندك نفس الحاجات اللي انا بواجهها دلوقتي، اعتقد ان هي كانت بتواجهها. بص احنا خلينا برضو ايه يعني، احنا قطعنا شوط طويل واتكلمنا قبل كده في مشاكل، واتكلمنا وكابتن عاصم كان هنا واتكلمنا معاه، هو قال وجهة نظره، والناس كلها عارفه كل حاجه يعني. انتوا برضو يعني مجتمع منفتح جدا قوي. احنا منفتحين جدا على الناس فما شاء الله يعني كل حاجه بتحصل كل الناس عارفاها. فخلينا نتكلم بمنتهى الصراحه. انتوا اولا اداء المجلس بتاعكم
طبعا الناس ما بتبقاش عارفه الخلافات الداخليه ايه، يعني مش عارفين التفاصيل، انما في الاخر بيشوفوا النتيجه النهائيه. هم عدد كبير من الناس دلوقتي كانت مش راضيه قوي عن اداء المجلس بتاعكم في اسباب في حاجات كتيره، ايفنتس كتيره حصلت خلال الفتره الموجوده عندكم. الى جانب انه كلنا برضو عارفين ان في انقسام حصل داخل المجلس، يعني انه بقى في زي جبهتين داخل المجلس. واحنا دلوقتي داخلين على مرحله جديده وعلى انتخابات جديده، انتوا ان شاء الله هتبقوا موجودين فيها، والطرف الثاني برضه هيبقى موجود فيها. فعايزين نعرف ايه اللي حصل خلى الانقسام ده يحصل، وهل فعلا كان في سوء اداء ولا الخلافات اللي حصلت دي هي اللي اثرت وخلت المشاكل دي تحصل؟ بص، هو مش انقسام. هو انت انقسام ده لما يبقى فيه مثلا عندنا المجلس رئيس و7 اعضاء. الانقسام ده لما يبقى مثلا 4 و4 3 انما انت عندك احنا اغلبيه مع بعض، بنختلف كتير جدا جدا في كل حاجه، بس بنتناقش. احنا المشكله الاساسيه هنا ان احنا بنفاجئ بقرارات ما نعرفش عنها حاجه خالص خالص. بنفاجئ بحاجات بنتفق يعني عليها. انتوا كمجلس اه في قرارات بتتاخد من غير ما انتوا 90% مش يعني لا انا بكلمك ببرسنتج اكيوريت جدا. 90% كل لا القرارات لا انا ممكن اقول لك حاجات اكتر بقى. ان انا النهارده بتفق على حاجه وبنقفل ان الحاجه دي هي اللي هتتنفذ، بلاقي تاني يوم حاجه تانية خالص خالص من غير ما حد يرجع. فانت النهارده مش هتقدر ترجع عنها، خلاص القرار طلع. بس هو ده مش المفروض ان في اجتماعات مجلس اداره بتحضر وفي محاضر لا يعني في حاجات بتبقى ثرو كولز تليفون. يعني تأجيل بطولة مثلا. يعني في مشكلة اللي انت برضو اتكلمت فيها بتاعت السيستم، تأجيل بطولة علشان خاطر احنا مش جاهزين وقرارات اتلغت وقرارات عملت. طب ادوا فرصة للناس يا جماعة. الناس عندها ارتباطات، الناس عندها مدارس، الناس عندها كذا وكذا وكذا. ادوا فرصه للناس. وكانت بطوله في اسكندريه. ادوا فرصه، بطوله منطقه اسكندريه اللي فاتت دي، ادوا فرصه للناس اللي لغت الاوتيلات تلحق تحجز تاني الاوتيلات. دي كانت مشكله كبيره حصلت، وكان في ناس كتيره لا هو انا بشكل رهيب. انا من الناس اللي كنت بتخانق. يا جماعه انتوا لغيتوا البطوله او اجلتوا البطوله لديسيجنز خلاص اوت اوف اور هاند. خلاص اوكي يلا بينا، بس لما تيجي بقى ترجعها ما تلغيهاش النهارده او تاجلها النهارده وترجع بكره تقول لا خلاص هلعبها. ما هو kind of respect للبارنت اللي موجود ده، kind of respect للعيب اللي عنده امتحانات، kind of respect. وهل قرار زي ده كان قرار فردي 100%؟ مش 90 بقى، ده 100%. لا قرار بقى فردي. طب بص احنا هنيجي لموضوع السيستم، يعني طبعا موضوع السيستم ده لازم هنتكلم لا فيه. انا بحكي لك على كونسبت اللي هو ليه فيه خلافات. فانت وجهة نظرك ان المشكله الاساسيه ان هو الموضوع انه في حد بينفرد بالقرارات. لا طبعا وده انت شايف ان في اجماع على الراي طبعا. تمام. طيب احنا برضو لما كنا المره فاتت بنتكلم الموضوع ده اتكلمنا فيه، وكان في وجهة نظر معرفش انت يعني شفتها ولا لا، بس هو كان وجهة نظره انه انتوا ممكن تبقوا عشان انتوا مشغولين قوي في الشغل بتاعكم، عشان في طبعا فرق سن ما بينكم وما بين رئيس الاتحاد. هو الى حد ما متفرغ اكتر منكم، لانه هو خلاص ما بقاش على قوة مؤسسة، يعني زي ما هو قال بالظبط. فعشان كده ساعات كان بيضطر ان هو ياخد قرارات لان انتوا ما كنتوا بتبقوش متواجدين قوي. دي حاجه الاولانيه. والحاجه الثانيه بالتالي هو ده اللي هو قاله بمعنى يعني في الحته دي كده. فهل ده انت رايك ايه في الموضوع؟ انا رايي ان اللي هو اصلا بيدار غلط خالص. انا النهارده عايز ادير الاتحاد ده، تمام؟ عندي CEO او عندي رئيس مجلس اداره وعندي اعضاء. هل انا مطالب ان انا اتدخل في كل حاجه؟ ده غلط. انا المفروض ادير الاتحاد ده. ايه اكتر حاجه ناجحه في الدنيا؟ ليه في مؤسسات قصدك ان يكون في ديليجيشن، يعني ان هو غير ان في ديليجيشن؟ يعني حاجه للبوينت بتاع الديليجيشن دي. الاتحاد ده يعتبر شركه. الشركه دي فيها واحد بيعمل فيها HR، فيها فاينانس، فيها راجل بتاع كذا، فيها راجل بتاع تكنيكال، فيها حد بتاع مسابقات. انا المفروض اجيب حد يدير الكلام ده، يدير كل فايل وانا باجي اقعد معاه. انما هل صح ان انا احط ايدي في كل حاجه؟ وهم منشو دي اثبتت فشلها في العالم كله. اللي اثبت نجاحه ان انا راجل بدير من فوق وبجيب ناس تخص مثلا كل واحد كويس فايل التحكيم ده. انت النهارده انا مديك فايل التحكيم، هتعمل فيه ايه؟ مش شرط يبقى عضو مجلس اداره. هو ممكن اجيب حد تكنيكال، واحد زي رئيس لجنه الحكام، اجيب حد اختاره حد فاهم يعني ايه
تحكيم، فاهم الرولز الجديده اللي بتحصل، يقدر ينقل الاكسبيرينس بتاعته للناس، للحكام وللعيبه. احنا بنواجه مشكله كبيره جدا، خلي بالك. اللعيب برضو هنا بيتحكم له بطريقه، احنا عندنا مشكله في التحكيم، بس دي مشكله الجيم طبعا. تمام، اكيد تو بي اونست، دي مشكله يعني انترناشونال، دي مشكله الجيم. بس انت النهارده بيبقى مثلا في كوتشنج في الماتشات، انت بره ما ينفعش تعمل كوتشنج، انت بره بيتعمل عليك فاين وبنالتيز لو المدرب بتاعك هنا عمل لك يعني كوتشنج. المدربين بيزعقوا. انت النهارده انا اديتك فاين، خلاص هتعمله، هتعمل فيه ايه؟ هعمل فيه 1 2 3 جو اهيد. انت ما نفذتش ده، لا تعالى انا حاسبك بقى. انما انا احط الاستراتيجي بتاعه التحكيم، طب انا جايب الراجل ده ليه؟ طب انا بديله فلوس ليه؟ فانت قصدك ان هو الموضوع مش الملف، مفيش ملفات، الموضوع مفيش ملفات، بيمسكها كل حد. الموضوع بيدار، خلي بالك. ان انا دي وجهة نظري الشخصية، ان لما حد بيبقى قاعد لفترة طويلة جدا بيتعامل مع الموضوع ان هو ملكية خاصة، وهو مش ملكية خاصة. ملكية خاصة دي عربيتي وبيتي والتيشرت اللي انا لابسها، انما انا بتحكم او مش بتحكم، انا بحاول انقل او مسؤول عن 3000 4000 اسره، فما ينفعش اديرها كاني بدير البيت عندي. هي طبعا في الاخر انا فاهم وجهه نظرك، بس هو في الاخر هو كل واحد بيبقى شايف المصلحه من وجهه نظره، لانه في الاخر يعني الاختلاف في الراي يعني وارد، وكل واحد ممكن يبقى عنده طريقه اداره، في طريقه قديمه في طريقه جديده، فده مش معناه ان ده وحش او ده حلو، بس في الاخر احنا بنحاول ان احنا نحدث ونروح للاساليب الحديثه اللي خلاص بقى متعارف عليها ان هي دي طريقه بقى الاداره. متعارف عليها، الجنريشنز اتغيرت، الجيم نفسه اتغير، الجيم اتغير عندنا 3-4 مرات، البيس بتاع اللايف ستايل اتغير، كل حاجه اتغيرت، فما ينفعش ابقى اولد سكول انفذها بحاجه معينه. هي دي وجهه نظر، بس انا برضو عشان يعني انا طبعا بحاول دلوقتي ان انا العب دور ايه الطرف لا خلي بالك انا مش بتكلم على اكيد يعني، بس يعني بص، هو احنا عشان احنا حصل ان في حلقه حصلت وفي كلام اتقال، وانت يعني من حقك ان انت ترد على الكلام اللي بيتقال، بس انا برضو ايه يعني بقول وجهه النظر التانية. على فكره احنا عندنا ناس يعني سنا ومقاما طبعا، يعني كل الناس اللي في المجلس مقاما كبيره جدا طبعا، ويعني كلهم اخواتي الكبار ودي حاجه دي حاجه محترمه جدا. خلي بالك ان هو انا اكتر واحد خلي بالك في الاسكواش مش هتلاقي عنده أيوه. يعني انا بيرسونال سايد مش هتلاقي عندي مشاكل مع حد. خلي بالك هو مفيش يعني، هو في الاخر خالص في الاخر مفيش حاجه يعني مفيش حاجه شخصيه كبيرة. انا عايز ايه؟ اختلاف في الرأي ما فيهوش مشكلة. اختلاف في الرأي دي حاجة هيلثي جدا طبعا صدقني اكيد. وحتى المجموعة اللي احنا بنحاول نتفق، احنا اكتر ناس بنختلف. انا حتى المرة اللي فاتت كنت بقول له انه لعيبة السكواش كلهم ومجتمع السكواش متعرف عنه ان هو مجتمع راقي يعني، والناس حتى فكويس ان الناس تشوف انه يبقى في طريقه، يعني لما حتى في اختلاف بطريقه محترمه بطريقه راقيه، كل واحد بيقول وجهه نظره ومفيش حد بيغلط في حد، فدي حاجه كويسه. انما في الاخر كل واحد من حقه انه يبقى عنده طريقه تفكير، يعني ما فيهاش بس حاجه. بس المثل بيقول لك ايه؟ عين على عين. يعني تعال نشوف دي هتمشي ازاي. تعال انت ممكن على فكره ممكن انت تبقى صح، بس اقول لك حاجه، ممكن انت تبقى صح وانا صح ونطلع بحاجه اصح بقى من كل ده، تبقى حاجه البرين ستورمنج. انت مش عندك برين ستورمنج؟ بنعمل برين ستورمنج نشوف ايه اللي هيتعمل. انا متفق معاك مليون في المية، بس هي النقطه دي برضو كانت اثاره المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت، وهو كان يعني كابتن عاصم قال لي انه الدورات اللي فاتت، هو راجل بقاله دلوقتي 3 دورات، فالدورتين اللي قبل الدوره دي ما كانش فيهم اي مشاكل خالص، وان هو كان يعني كان على علاقه كويسه جدا بالاعضاء اللي موجودين، وان هو المشكله انه يعني في مشكله ما بينه وما بين الناس اللي موجوده الفتره دي. هو انهي ناس بقى؟ احنا ولا اللي قبلنا ولا اللي قبلنا ولا هو قال اللي قبلكم ولا الاربعه اللي استقالوا في الدوره اللي فاتت؟ يعني انهي ناس بقى؟ لا هو بيتكلم على الدوره اللي فاتت والدوره اللي قبلها، ان هو علاقته باعضاء المجلس كلها كانت كويسه قوي، مفيش حد استقال، ما حصلش اي حاجه. الدوره دي هي اللي هو قال ان هو يعني حصل خلافات. دي حاجه يسأل عليها بقى استاذ عاصم، علشان خاطر يمكن هو اللي غير من طريقه الاداره، يمكن ممكن يعني دي حاجه استاذ عاصم هو اللي يرد عليها، انا مش هعرف طبعا. تمام. خلي بالك استاذ عاصم كان رئيس اتحاد، وكان في الاتحاد وانا لسه لعيب طبعا. وخلي بالك انه برضه في نقطه مهمه، ان هو ما حدش يفتكر ان احنا مثلا هو راجل لا راجل ليه نمبرز وعمل ارقام ما حدش يقدر ينكرها يعني. لا مرعبه طبعا، مرعبه. بس انا بقول لك، ما انا النهارده ممكن ابقى بدير كويس جدا المكان اللي انا فيه، واجي بعد 10 سنين 15 سنه بعد 15 سنه
لسه بادرها كاني من 10 سنين فاتت. طبعا ده ما يقللش لا خالص. من النمبرز والحاجات، ولا طبعا. يقلل من ان انت ممكن يكون عندك وجهة نظر لا طبعا، مختلفة او لا طبعا. طموح في حاجة تانية. ومش ده معنى حق مشروع لأي حد. وممكن واحد جديد يخش يبقى عنده النوليدج احسن مني. وهو طبعا. يعني برضو قبل ما يجي كابتن كان في رؤساء قبله يعني وناجحين جدا طبعا، ونجحوا وعملوا حاجات. خلي بالك دي احنا سنة احنا لعبه طبيعية ناجحه يعني. في مصر. طبعا احنا لعبه ناجحه، احنا ما هو احنا من انا بقول انجح لك، انا الالعاب في الموضوع مصر. بالنسبه لي يعني حلو ليه؟ لانه انتوا يعني ما شاء الله عليكم لعبه يعني محققين كل لا مصر ولاده جدا، الأرقام. يعني بس برضو بتحاولوا تحسنوا من نفسكم، فدي حاجه لا كويسه. ما هو انت مش هينفع، بتنافس نفسك. لان انت دلوقتي، ما هو ده البوينت. انت زمان ما كانش عندك عدد منافسين كتير كبلاد، دخل منافسين كتير جدا طبعا. الفار ايست ولسه كله بقى دخل، الهند دخل، الاولمبيكس دي هتلاقي لا هتلاقي حاجات دوشة. بقى، هتلاقي حاجات بقى اسامي ما تسمعش عنها في أي. حياتك. أي. يعني انت زمان كنت ايام جيلي مثلا اللي هو من 15 20 سنه، ايام برضو ما كان استاذ عاصم موجود، كان مين اللي بينافسك؟ انجلترا شويه، مش عارف لعيب من هنا شويه، لعيب من هنا شويه، باكستان. النهارده الموضوع اختلف تمام، بقى يطلع لك فار ايست، بقى يطلع لك هند، بقى يطلع لك مش عارف ايه. فانت طالما دي اتغيرت يبقى لازم طريقه ادارتك تتغير، لان طريقه الفيجن بتاعتك تتغير. في حاجة تانية بقى كنت عايز اخدك كده الموضوع تاني دلوقتي، موضوع السيستم، لانه الموضوع ده يعني انت اكيد طبعا اتكلمت فيه كتير وكل مصر كلمتكوا فيه، بس يعني برضو مهم ان احنا نتكلم فيه، لانه ده كان موضوع مهم جدا بالنسبة للناس اتكلمت فيه كتير فترة طويلة. يعني ايه اللي حصل في موضوع السيستم؟ ايه المشكلة؟ المشكلة انه زي اي سيستم في الدنيا، بص انا سمعت برضو يعني كابتن عاصم هو كان بيتكلم، احنا من الناس اللي طلبنا ان السيستم يتغير. ليه طلبنا ان السيستم يتغير؟ علشان كان في probability ان يبقى هو فيها فعلا قال كده، يبقى فيها تدخل مانوال. اوكي. فمش بقول ان كان في حاجات غلط، لا، بس احنا عايزين ان احنا نطور وجودنا ووجود الجنريشن ده عشان يطور، بلس ان الاعداد زادت جدا ما شاء الله، ودي حاجه بوزيتيف طبعا. فانا كان لازم اعمل سيستم يماتش الكلام ده. بس انا الكونسيرن بتاعي الوحيد ان انا لما اجي اجرب حاجه دي، يعني انا من الناس اللي اتخانقت مع مدير لجنه المسابقات عشان هو كان عايز يبدا السيزون في اوجست وكان السيستم لسه جديد. طيب قلت له بالبلدي كده خالص، قلت له ادي فرصه لنفسك تغلط. يعني اي حاجه جديده، عربيه جديده، جزمه جديده، سوري انا اسف، تي شيرت جديده، انت لسه مش واخد عليها، صح. لسه مش عارف اشيك حاجه تعليقه ليها ازاي، العربيه اركنها ازاي، فادي فرصه لنفسك تغلط. فخناقه بقى ان انا ازقها لشهر 9، دي اول حاجه. تاني حاجه يا جماعه، خلوا عندكم اي مؤسسه ناجحه لازم عندها بلان بي، بلس ان انت كده بتدير. الكلام ده كان في يعني بيتقال على يعني بصفه شخصيه، لا ولا في اجتماعات في مجالس اداره، اوفيشلي يعني ده كله ده التوبيك كنتوا بتتكلموا كله اوفيشلي. وخلي بالك اللي كان معايا في نفس الكونسيبت ده، كل الزملاء كانوا معايا في نفس الكونسيبت. لا يا جماعه احمد عنده حق، لا اصل احنا لغينا الكونتراكت. طب انت ازاي لغيت الكونتراكت بتاع الشركه القديمه وانت لسه ما جربتش السيستم الجديد؟ طب انت النهارده بعد 3 بطولات، ما هو اتقال انه السيستم القديم كان لا يصلح، ان هو خلاص الشركه القديمه نفسها قالت لهم بانه السيستم ده لازم يتغير. ده يصلح لايه؟ لا يصلح للاعداد الكبيره اللي بقت موجوده. الكلام ده مش مظبوط 100%. لا السيستم يقبل، عايزين نطوره، بس يقبل. يعني هي المشكله هنا في الترانزيشن طبعا. يعني برضو ايه نية الطرفين كانت التطوير، انما انت شايف ان الطريقه اللي تم بيها هي اللي سببت في خليني برضو احط لك يعني في جمله كده، الهدف كله سامي تمام، بس ازاي نعمل الهدف ده؟ هي دي المشكله. مانجيريال وليدرشيب ازاي تعمله؟ انا النهارده بغير سيستم، وبغير سيستم يعني بدخل داتا جديده. سمعت كابتن عاصم وهو بيقول ان الاداريين عندنا اداريين شاطرين جدا، الاداريين بجد، ان هو يقدر يدير كل الاعداد دي
ومش عارف اكس واي ده بيلعب تحت 11 سنه وطلع ويقدر يتراك كل ده. لا ده اداري مرعب شاطر يعني. بس انت النهارده بس عايز بياخد تجرب، وقت عشان يتعلم، عايز تجرب سيستم السيستم جديد، حاجه انت جديده. لازم تجرب السيستم القديم ده مم. ويعني وباراليل يبقى معاك السيستم الجديد. تجرب بعد ما تعمل الدرو مظبوط وتعمل الداتا مظبوطه وتدخل كل حاجه، تجرب على ده. طب ده هنك في ايه؟ طب ده باص في ايه؟ فابتدي ايه اقول لا طب اعمل له اديت في كذا. وده اللي حصل على مدار 3 بطولات. ابتدت المشاكل تمينيمايز، تقل. بس هو باي بقى المشاكل دي؟ البارنت، ولي الامر، مم. واللي اسف واللعيب. فانت النهارده ليه اعمل كده؟ المشكله في دي. والمشكله ان انت بتنام تصحى تلاقي حاجات بقى غريبه. يعني انت نمت صحيت لقيت نفسك مع الشركه دي. طب فين بقى؟ ايه الموضوع؟ ليه الشركه دي؟ طب البروجرام ده ليه برضو البروجرام ده؟ هل محتاجين اتعرض عليكم صفر، زيرو، يعني انتوا ما كنتوش عندكم اي خلفيه زيرو، بالحاصل ولا اي حاجه. ارفع سماعه التليفون خلاص على اي عضو مجلس اداره انت عايزه، اي عضو مجلس اداره انت عايزه، م. تمام، ما عدا طبعا كابتن عاصم يعني. كلمه اساله هيقول لك انا ما اعرفش حاجه. طيب بدليل ان يعني انتوا احنا، عرفتوا عن الموضوع بعد ما كان الموضوع خلص؟ لا بدليل ان احنا اخلينا مسؤوليتنا من السيستم ده. الناس فاكره ان احنا اخلينا مسؤوليتنا. برضو النقطه دي كانت ما انا هقول لك، يعني الناس فاكره ان احنا بنخلي مسؤوليتنا علشان كنتوا خاطر بتتنصلوا نتنصل من ايه يا جماعه؟ احنا النهارده هو في حد بيقول حاجه غير الاتحاد المصري للسكواش؟ بيقولوا الاتحاد المصري للسكواش. طب ما بيقولوش اكس، ما بيقولوش احمد حواس، بيقولوا الاتحاد المصري للسكواش. وهو فاحنا ده الصح، قرار اتاخد لازم احنا كلكم مجموعه، تقفوا وراه. فنو واي نتنصل منها. احنا بنعمل كده علشان احنا صعبانين علينا الناس، صعبانين علينا اللعيبه اللي هو ايه ده مش عارف ايه، طب ده غلط. وطلع ان هو ايه ده هم حطوا اللعيب ده في 15 سنه علشان على فكره يعني حصلت مشكله. م. هدخلك في حاجه تكنيكال انا لا اسف لا يعني. دي. بس حصل ان لعيب طلع من السن من 15 سنه واتحط برضه في 15 سنه. م. طب احنا قاصدين في ايه؟ احنا كمجلس اداره قاصدين ايه؟ ده اللعيب اصلا كده اتضر، او اللعيب مثلا عملها بسنيكي في ايه؟ ده اللعيب خسر اتضر، البوينتس بتاع خسر البطوله. البوينتس بتاعت الايفنت اللي هو دي مش هتفيده بحاجه. صح. فساعات بيطلع لك برضو كونسيرنز، او يعني الناس بتشتكي في حاجات. ما هو خلي بالك انه برضو الناس، يعني خلينا برضو ايه عشان نبقى يعني نعذر الناس في اعذرهم الآخر. جدا والله. الناس في الاخر اي حاجه غلط كل واحد بقى بيفسرها بطريقته هو، لان هو مش المفروض ان الغلط ده يحصل اساسا. صح. فما نقدرش نيجي نلوم على الناس نقول انت فسرت الموضوع ده، هو في غلط حصل، هو بقى شافه وجهه نظره كده، ده شافه وجهه نظره كده، بتطلع خلي توضح بالك لهم. الهدف ان انت برضو كنت حتى هو مش عايز برضو اتكلم عن ناس مش موجوده، بس احنا كنا عايزين نحط بريشر علشان تضغط على الشركه ان هي تسرع في حلول المشاكل. انما انت سايب الشركه تجرب في الناس، لا يبقى انا ماليش لازمه، يبقى انا اخد بعضي وامشي. طب وهي كانت المشكله في الداتا ولا في السيستم نفسه؟ بص انا تكنيكال كاي مش تي مم. مش يعني مش واخد مش aware يعني قوي مش اوير قوي بالموضوع. بالموضوع. بس هو الاي تي اللي هو ايه؟ داتا. تمام. يعني انا اللي افهمه من الكلام اللي اتقال هنا او حتى في الحلقه اللي فاتت ان كان في مشكله في الترانزيشن، ان هو ازاي ننقل من القديم على اي الجديد. سيستم انت لو جبت احسن سيستم واكبر سيستم في الدنيا هيبقى فيه مشكله في الترانزيشن. طبعا. فطريقه هندله الموضوع هي طبعا اللي كانت ممكن ما تبقى ينفعش بشكل يقفل على ده. بلس صح. السيستم القديم ما كانش فاينانشلي يعني بريشر على الاتحاد، ما كانش بريشر على الاتحاد خالص. مش عايز اقول نمبرز بس يعني هو اللي اتقال في الموضوع ده ان كان في مشكله في الوقت وفي ولا وقت ماديا ولا وقت في الوقت ولا وقت ولا ماديا. أوكي. ولا وقت ولا ماديا. تقدر انت المتحكم. تقدر تقول انا هشتغل بالسيستم القديم ده، شركه محترمه جدا وقعدت معانا سنين، ففي الكريدت اللي يقول طب زقوا معانا 6 شهور، طب خلينا سنه كمان، طب ساعدونا ان احنا ننقل الداتا دي من هنا، طب ساعدوا الشركه الجديده. كان تقدر انت ليك الادج ان انت تعمل كل الكلام ده، وليك الابر هاند ان انت تعمل كل الكلام ده. اداره الترانزيشن دي هو ايه اللي بيوقع مؤسسات، ايه اللي بيخلي مؤسسات ما تعملش ميرج. انا راجل حضرت ميرج اصلي يعني في البانكينج سيكتور، حضرت ميرج. ايه اللي بيخلي ميرج ينجح وميرج مش بينجح؟ السيستم الاي تي ترانزيشن دي الداتا بتاعت الكلاينتس اللي هو بس دي اهم حاجه. هو انت كبنك ولا كاي مؤسسه الستاف والداتا بتوع الكلاينتس بتوعك، ديو ديليجنس اللي بيحصل بس البلايرز دول هم الداتا بتوعك اللي انت لازم تحافظ عليهم.
تمام. بص انا مش يعني انت كده يعني تقريبا وضحت كل النقط الخلافيه، وانا مش عايز برضو الحلقه كلها تروح في حته ان احنا يعني في حاجه. بالعكس انا شايف ان الكلام ده كلام مفيد، وان الناس كلها تبقى عارفه التفاصيل اللي حصلت ايه. دي حاجه مفيده للناس كلها. بس برضو عايزين نتكلم بقى عن الاهم، ان هو انت دلوقتي في مرحله مهمه جدا. احنا اخيرا السكواش بقى في الاولمبيكس، واللي انا اعرفه ان هو دخل مره واحده بس، هو ما بقاش يس مش حاجه بيرمننت يعني. يس فده برضو محتاج شغل كتير عشان ان هي تفضل لعبه تفضل تبقى موجود. تفضل موجوده. دي حاجه. حاجه التانية ان احنا كمصريين عموما طول عمرنا بنشتكي اللي هو اللعبه اللي احنا جامدين فيها مش موجوده في الاولمبياد. دخلنا الاولمبيكس بقى هنعمل ايه دخلنا بقى؟ بقى، دي بقى دي هنعمل ايه؟ بقى بالظبط. كله بقى بيقول دلوقتي ايه اللي هيحصل. وانا برضو كنت قلت حتى في يعني كذا مره انه يعني بحس كده ان الناس قاعده وحاسه ان الميداليتين خلاص في جيبنا. لا خالص، ما دي لا ده خالص. يعني امل طبعا و... وبنشتغل عليها او هنشتغل عليها، او في استراتيجي حلو قوي. ما بيني وما بين كل الناس اللي يعني اللي نامل ان احنا نكون موجوده يعني ان شاء الله. بنشتغل عليها، بس as we speak لا احنا متاخرين جدا. حلو قوي. عايزين نعرف بقى انتوا دلوقتي ان شاء الله نازلين الانتخابات اللي جايه خلاص. الانتخابات يعني هتبقى كمان شهر، او يعني في مده قريبه، شهر Yes. شهر ونص بالكتير. فانتوا نازلين وانتوا تعتبروا يعني في مجموعه هتبقى هو ما فيش يعني هي الانتخابات مش بتبقى مش قوائم، قايمه لا individuals. فردي، بس انتوا في مجموعه اللي هو اشتغلتوا مع بعض وشايفين ان انتوا هتسابورتوا بعض في في لغه، الانتخابات. مش هنسبورت بعض، في لغه حوار. يعني انا خلي بالك ان كل حلو. الناس اللي نازله كلهم انا يعني تربطني بيهم برضو لغه الحوار دي. جميل. اي حد نازل هتلاقيني تربطني بيه لغه الحوار، وكلها بيج نيمز. الفكره ان انا المجموعه اللي احنا بنتكلم عليها دي، عادي اقول اسامي انت طبعا. يعني. لا يعني المجموعه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هم دي مين اللي بقى هي يعني؟ اللي مين هي رئيس؟ قول لنا كده مين يعني. يعني امنه الطرابلسي رئيس. رئيس. جميل. الباقي كله اعضاء بقى. تمام. دكتور طارق تبوزاده. خلي بالك دكتور طارق تبوزاده ده دخل معايا في الدوره التكميليه. ده كان راجل امين صندوق نادي سبورتنج. طيب. فراجل اداريا عارف لا وكان بيلعب سكواش. جميل. يعني مش هقول لك بقى بروفيشنال بس بيلعب سكواش، وعنده حلو ان انت تجمع ما بين الاثنين. انت مش مطالب ان انت تعرف لا طبعا اجمد حاجه في الدنيا يعني خالص. فهو اداريا قوي جدا. والحته بتاعه الفاينانشلز وازاي تظبط الدنيا هو قوي جدا طبعا. وهو طلع كان رئيس البعثه بتاعه بطوله العالم اللي فاتت اللي كانت في امريكا. ورجع بالتو تايتلز. لا هو رجع وشه حلو كمان. لا هو رجع بالاربعه تايتلز، ما شاء الله. فردي وفرق بنات وولاد. حلو جدا. فهو يعني وكانت سفريه صعبه جدا واول يوم وصل فيه كان فيه اعاصير وبتاع، يعني واجهه صعوبات كتيره. هو نادي سبورتنج عموما على طول بيطلع يعني في كل الالعاب يعني. واجهه صعوبات جدا. معانا عمر المرشدي. طبعا. عمر كان لعيب جامد جدا وبقى له كذا فتره في الاتحاد. نادي المعادي. عمر من نادي المعادي. معانا محمد حسن ده بيزنس مان وكان بيلعب سكواش برضو من نادي هليوبلس. خلي بالك احنا معانا معادي هليوبلس، يعني معناش حد، معناش كتله مثلا هتلاقي امنه سبورتنج ورجعت عايشه هنا في القاهره دلوقتي. صدقني والله العظيم هي الناس هتستغرب جدا وهيقول لك احمد بيقول اي كلام. بس انا مثلا اكتر واحد بيتخانق معاه، اكتر واحد يعني بيتخانق معاه. اصلا انتوا ما بينكم وما بين بعض بيحصل خلافات؟ لا احنا اصحاب نقعد بس بنختلف كتير جدا جدا. يعني عندي اكزامبلز كتيره لو انت عايز تسمعها. عندي بجد اكزامبلز كتيره. انا بتخانق مع انا وامنه نتخانق مع عمر المرشدي وطارق يتخانق مش عارف مع مين. ليه؟ علشان خاطر كل واحد ليه وجهه نظر. ان احنا يعني بس انت في رايك ان هو احنا بنختلف مع بعض بس اننا بنحترم وجهه نظر بعض فعارفين ما بنعملش حاجه من ورا التاني. يعني خلاص احنا طلعنا بديسيجن، قلنا ده الديسيجن وريسبكت ان احنا طلعنا بيه ونقول هو ده اللي احنا خدناه. تمام. ليه؟ خلاص يعني اتفقنا على كذا. ممكن على فكرة واحنا بنتفق انا ما بقاش مقتنع، بس خلاص 2-3 مثلا مقتنعين، انا بريسبكت رأي الاغلبية وبنجرب. وخلي بالك ان احنا بتبقى اختلافات في ايه. انا عايز دي مثلا تعمل كذا ودي تعمل كذا طبيعي. ما انت كل اللي يهمك ايه؟ كل اللي يهمك ايه؟ النمبرز، الريزلت. صح. بس فالريزلت طالما صح، على فكره ممكن الريزلت تطلع صح من وجهه نظري برضو. بس انت جربت ان انت ايه تتست في دي، لان انت عمرك ما انا يعني في حد
بعتبره الرول موديل بتاعي. ده السي او بتاع البنك، وده حد من الويل نون قوي، ده اسمه محمد عباس فايد. ده قال لي عمرك ما هتتعلم غير لما تقعد على الكرسي وتجرب. صح. فانت بس انت في نفس الوقت لما تجرب، قالها لي على السكيل البنوك، ما تجربش في الكلاينت، لا جرب في ان انت تشوف دي صح ولا الاصح. انما ما فيش probability للغلط، يعني انت probability ممكن تبقى للغلط شايف طريق وانا شايف طريق، الاثنين الاثنين بيوصلوا. هيوصل. probability بس للغلط دي خلي بالك ما هي مش تأثر على اللعيبه، هي هتأثر على اسم بلد، على فلاج صح. بلدك. فدي بالنسبه لنا حاجه بالذات كبيره لو حاجه يعني. على سكيل كبيره، طبعاً. بتتعامل مع اعداد كبيره، طبعاً، ففي الاخر طبعاً. بتبقى المشكله الصغيره دي بتبقى كبيره طبعاً. جدا. طبعا دي حاجه فدي كويس. دي المجموعه اللي احنا بنلاقي لغه حوار فيها. حلو. ودي اهم حاجه اداريا، كل واحد عارف هو شاطر في ايه. يعني احمد شاطر في ان هو يدير مثلا الفايل المسابقات مثلا اكزامبل، مع ان انا ما بدروش. يعني كان عندي مثلا وجهه نظر في المسابقات دي هتاخدنا في حته تانية خالص. احنا ماشيين بنظام مسابقات هو بالظبط اللي من 20 سنه. طيب ازاي انت النهارده الجيم اختلف ودخلت في مرحله جديده والاعداد اختلفت؟ طب ازاي هتقدر تعمل اللعيبه هتلحق تتمرن امتى؟ يعني انا مثلا من الناس اللي معترضه على جدول المسابقات خالص. عندكم بطولات كتير قوي بصراحه. طب اللعيبه تتمرن امتى بقى؟ بتتمرن في البطوله، تطلع من البطوله، طب ده بيعرضك لاصابه اكتر، ده اللي مش عارف ايه. انت محتاج فرصه ان انت تبيلد جنريشن، صح؟ تبيلد ان انت تدي فرصه للعيب ان هو يتمرن، تدي فرصه للعيب ان انت ما تحروقوش بلغه اللعيبه. يعني ما ينفعش تحروقه، ما ينفعش تطلعه من بطوله على بطوله على بطوله على بطوله، تخش تلعب بريتش، تطلع من بريتش على اليو اس اوبن، ترجع من اليو اس اوبن على مش عارف ايه، تخش في سيزن جمهوريه، دوري، بعد الدوري بتخش بقى في تصفيات بطوله العالم، بعد كده تطلع بطوله. طب ايه ده يا جماعه؟ إيه طبعا ده؟ كتير. يعني هيشم نفسه امتى؟ طب انا عايز اسالك سؤال بقى، بما انك انت بتتكلم على المجموعه دي وكلكم ناس محترمين يعني، وان شاء الله ربنا يوفقكم، هل انتوا عاملين برنامج؟ طبعا. طيب البرنامج ده عاملين برنامج للاولمبيكس ولا برنامج لجدول المسابقات لا ولا برنامج عاملين يعني هل انتوا دلوقتي قررتوا ان انتوا احنا نازلين الفتره اللي جايه احنا عندنا محاور معينه احنا هنشتغل عليها، وعندنا برنامج مثلا في حته المسابقات، عندنا برنامج في حته الاولمبيكس، عندنا برنامج مثلا في حته التجنيس، هل انتوا شغالين على ده؟ وانتوا ممكن تبقوا مش مجهزين حاجه معينه، بس هل عندكم الفكر ده؟ لا يعني احنا بادئين بحاجات يحس بيها البلاير. يعني طبعا with all my respect لولي الامر، بس انا يهمني بلاير يحس بيها، البلاير يحس بيها ان احنا غيرنا. بس خلي بالك ان احنا الانتخابات جايه في نص السيزون، فمثلا حته زي جدول المسابقات مش هتعرف تغيرها اكيد. بس انا مثلا في فيجن في دماغي وعرضتها وقبلت بالرفض الحمد لله مع ان هي كونسبت ناجح جدا جدا. انت عندك في جدول المسابقات، يعني همسكها لك فايل عندك جدول المسابقات ده، انت عندك عدد لعيبه كبير جدا، عندك عدد بطولات كبير جدا. طب انت تعمل ايه؟ انت عايز تبقى بتقول لي انت بتقلد بره، لا هو انا ما ينفعش اقلد بره، هو بره اللي بيقلدني خلاص. ما فيش مشكله خالص ان هو لو هو نجح في حاجه اخدها، لان هي دي الشطاره. مش الشطاره اللي اقول انا مصر، انا احسن واحد في الدنيا، انا مصر ومصر هتاخد كل الخبرات اللي في الدنيا وتجيبها هنا والناس تيجي تاخدها من مصر. تمام. ده وجهه نظري. انت عندك جدول المسابقات ده بتدخل، انت بيجي لك عدد بتلعب البطوله دلوقتي على 10 ايام، من 10 الصبح ل 10 بالليل و11 بالليل و12 بالليل، عدد ماتشات مهول. طب ما تقسم، انت عندك حاجه اسمها بطولات سيلفر دلوقتي، بتعمل بطولات السيلفر. طب ما تقسم ان البطولات الكاتيجوري اي كلاس مثلا زي البي اس اي، في بطولات البلاتينم والسيلفر والجولد، اعمل بقى البطولات اللي هي العاديه اللي هي الكاتيجوري بتاع ايه، اعملها 64 لعيب بس. يعني انت تعمل زي كواليفاير بالظبط كده، والبطوله واعمل بطولات السيلفر بعدد، واعمل بطولات السيلفر. دخلها بطولات السيلفر دلوقتي بتتلعب، موديل ناجح جدا جدا، بس انت مش مدخله ضمن الرانكينج بتاع الجمهوريه الكبار. طب ليه؟ طب ما انت النهارده اللعيب اللي بدأ سكواش وانت عايز تكبر القاعده دي، من الاساسيات بتاعه تكبير القاعده. طب انا ما اخش اخسر كل مره من اول ماتش، ما انا هتضايق. بتتلعب نوك اوت، انا لا خلاص يروح. ما انا طفل هزهق خلاص، انا مش عارف العب اللعبه. انما انا لما اكسب ماتش واثنين وثلاثه وابتدي ابقى كواليفايد كذا، واحس ديب انسايد ان انا طلعت من كاتيجوري مثلا بطوله السيلفر للكاتيجوري الكبير، طب دي هتفيدني بايه بقى؟
انا لازم ادخل بطوله السيلفر في الرانك الرانكينج. بتاعنا. دي هتفيدني بايه؟ كبر القاعده جدا، هقلل عدد اللعيبه، هقلل عدد الايام، حتى لو انا مش قادر اقلل عدد البطولات، بس بدل ما البطوله تلعب على 10 ايام هتلعب على 5 ايام. مم. عندك 64 32 16 8 سيمي فاينل فاينل، تلعب ماتشين في اليوم، خليتها 4 5 ايام. فانت فده دي مقترح موجود. ده مقترح انا عرضته، مم. فكره حلوه جدا، فكره جميله جدا. لا اترفضت بس للاسف مش هنعرف نعملها السيزون اترفضت ده. يعني من الاغلبيه ولا اترفضت لا من... اترفضت، ما اتعملتش. طب ايه ده، فكره حلوه جدا، طب مم. ندرسها، يلا الاقي جدول المسابقات نزل. اصل كنت كويس انت بتقول الحكايه دي، لانه انت دلوقتي بتتكلم عن ان انتوا عندكم برنامج وعندكم حاجات بتعملوا، فناس كتير تقول لك طب لما انتوا عندكم الفكر ده طب ما عملتوهوش ليه؟ علشان ما مش عارفين ننفذ حاجه. دي المشكله يقول لك انت الاساسيه. لو عايز تنفذ. لا، ما هو انت النهارده، انا النهارده مش عارف، انا بقول لك اديتك كونسبت على بطوله منطقه اسكندريه. مم. يا جماعه هنشوف. تعرف انا قلت لهم ايه؟ يعني مم. مثلا من ضمن الحاجات قلت لهم طيب، ولا ناخد البطوله دي ولا ناجلها ولا نلعبها. كلموا الاداريين بتاعه الانديه، شوفوا هيلحقوا، ما احنا القاهره راح اسكندريه طبعا هيلحقوا في يحجزوا وقت ايه اوتيلات ولا بقى؟ لا؟ في وقت شهر برضو لسه المدارس ما دخلتش، الاوتيلات زحمه ده جدا. كان شهر 9 اه لسه فلسه المدارس ما الاسكندريه زحمه. بدأتش، فلسه اسكندريه زحمه. كلم الاداريين، مم. خلي المسابقات، كلم الاداريين تشوف في هيعرفوا يحجزوا ولا لا، ولا في مشكله. خلاص، انا كمان اللي خدت القرار مم. ده، انا اديت القرار للناس ان هم يقدروا يقولوا قادرين نحجز ولا مش قادرين نحجز. عشان ما لاقيين تبقاش اوتيلات، مشكله النوادي لاقيين تكلم. اوتيلات. ما هو انا مش راجل مسؤول عن النشاط بس صح. بتاع البطوله او جوه سكيل البطوله، انا مسؤول عن راحه الناس، مسؤول ان كل حاجه تحصل تبقى سيت اب مظبوط. فمن ضمن لقيت البطوله اتعلنت، طب اعرف اغيرها ازاي؟ خلاص ما الجواب طلع. يعني انت كلامك في حته، يعني ردك على اي حد يقول لك انت ما عملتش الكلام ده ليه، تقول له ان انا ما كانش عندك الامكانيه ان انت تنفذ الحاجات دي، لانه صح الافكار ما كانتش كانت بتتعرض ما بس ما بتتنفذش. بتتسمعش اصلا. ايه ده، فكره جميله جدا، طب ندرسها. مم. ولا جدول المسابقات نزل، دي فكره مش عارف ايه. عندنا مشكله في التحكيم مرعبه. انا كنت هاجي بقى لموضوع لا انت عندك التحكيم، مشكله في التحكيم، انا قايل لك بس انا في عايز الجيم بس الاول كله. قبل ما نوصل لموضوع التحكيم نقفل الحته بتاعت الاولمبياد دي، ماشي. عشان دي برضو حته مهمه. ايه اللي انتوا شايفين لازم يحصل الفتره اللي جايه بسرعه عشان نستعد احسن استعداد للاولمبياد اللي جايه؟ مسابقات لازم تتغير، لازم تبتدي تشتغل على ان انت تكبر القاعده وتكبرها مظبوط. لازم تعمل بلان للناس المرشحه باين، يعني في اسامي اللي هي اللعيبه المعروفه ان تنزل هم بقى مثلا يعني 20 30 اسم اللي هم ممكن يلعبوا الاولمبيكس. تبتدي تشوف ايه اللي هم محتاجينه. مركزين في كامبس كتيره جدا، مركزين ان احنا الناس يعني قصدك دي هتعمل تشتغل برنامج مخصوص للناس طبعا. معينه خلي انت بالك مش عارف ان هم خلي دول بالك ان اللي عندهم احنا بوتنشال. يعني احنا عندنا حاجات بوزيتيف احنا مش قادرين نستغلها. يعني احنا عندنا الوزاره مثلا، سياده الوزير طبعا. مهتم بالسكواش. تعالى أكيد. كده شوفوا، بيتفرج على كل الفاينلز، بيجي يحضر كل الفاينلز، بيتدخل في حاجات، بيحل مشاكل. يعني انا حضرت مشكله كنا في بطوله، هو دخل حلها بنفسه، هي المفروض ما توصلوش طبعا، بس هو دخل حلها بنفسه عشان هو عايز في الاخر مصلحه اللعبه. أكيد. وعايز الدنيا، عايز الناس اللي تسافر دي تسافر تكسب وتبقى مرتاحه. وفعلا هيأ لنا والاهتمام ده هيزيد كمان الفتره اللي جايه. لا ده هو هيأ لنا فعلا السيت اب اوريدي. لا هيأ لنا، وفي تعاون دلوقتي ما بيننا وما بين الوزاره، ان هو ازاي بروتوكول في موضوع الاولمبيكس ومع اللجنه الاولمبيه. حاجه هايله. فاحنا اوريدي حاطين. ما هو ده اللي بقولك عليه، الفتره اللي جايه دي هيبقى العين جامد جدا عليكم. الدعم ان شاء الله هيزيد، سواء بقى من الحكومه او من القطاع الخاص. السبونسرز هتبقى انترستد اكتر في اللعب. يعني ال4 سنين الجايين دول تعرف السبونسرز مثلا مش كتير ليه؟ آه. عشان انت هاو تو سيل التيشيرت بتاعت منتخب مصر، فانت دي مهمه جدا. انت السبونسر ده بيجي ليه بنفيتس، بس انت بيدفع فلوس بياخد قدامها. انت بتوجه ايه البنفيتس اللي انت بتقدمها له، ايه الطريقه اللي انت بتقدم بيه اللعيب اللي بيعمل كاركتر البلاير اللي بيلبس التيشيرت. فانت لا، ما هو انت حاطط استراتيجي للاولمبيكس طبعا لسه ما فيش حاجات كتيره سوليد، بس في بروتوكول معمول مع الوزاره، في بلانز، في طبعا. انا اتمنى حاجه، يعني طبعا اكيد انتوا واضح ان انتوا اتكلمتوا وعندكم خطط في حاجات كتيره، بس اتمنى لو عملتوا برنامج
محدد اتفقتوا عليه خلاص ان هو ده اللي احنا هننفذه، ان انتوا تعلنوه للناس، من باب انه بس الناس تبقى عارفه الناس دي لو جت هتعمل ايه. دي حاجه انا شايف انها حاجه اساسيه ومهمه جدا، لانه كل الناس اللي موجوده دي من حقها تعرف اللي نازلين الانتخابات دول هيفيدونا ازاي ولا مش هيفيدونا ازاي، ويبقوا فاهمين وجهه صح. نظركم ايه في المرحله اللي جايه دي. فدي نقطه خلي مهمه. بالك ان دي البوينت اللي انت بتقول عليها دي من ضمن الحاجات اللي هتقلل او هتمينيمايز سنه فكره التجنيس. انا لأن- كنت هاجي لك برضو، ما انا ما دي توبيك مهم جدا ومرتبط جدا بالاولمبيكس. انت الفتره اللي جايه ممكن تلاقي بلاد كتيره قوي، بتهنت. اوريدي في في بلاد ابتدى في كتير ولاد، في بتهنت. ناس طبعا بيتكلموا ما معاهم. انت عندك انت ماتيريال مرعبه في ان الناس تتاخد طبعا ياخدوا منك ناس. طبعا فانت فدي برضو هنعمل بص، فيها هو ايه؟ التجنيس ده بيبقى سببه ايه؟ ما هو تعالى نجيب الموضوع بالعكس. التجنيس ده سببه ايه؟ انك مش مستريح فلوس بس. ايه؟ فلوس بس، يعني ما تقنعنيش ان هي فلوس لا بس. مش فلوس بس، واللعيب او ممكن ظلم، ممكن امكانيات تانية، ممكن ظروف انت لازم احسن. تزرع جواه يعني ايه ان انت تلعب باسم مصر. خلاص. ما هو انت ممكن ناس كتير قوي يتعرض عليها ان هي تروح تتجنس. هو ليه واحد زي رامي عاشور ما راحش يتجنس؟ ليه واحد زي عمرو شبانه ما اتجنس؟ ليه واحد زي كريم درويش ما اتجنس حتى لو ما كانش فيه اولمبيكس؟ دول الجيل بتاعنا بقى. ليه؟ ده يعتبر الجيل بتاعك ليه؟ برضو شويه. يعني انت أو لا يعني اكبر مني اكبر منك حاجه بكتير. احنا خلي بالك، احنا الوطنيه عندنا 7-8 سنين. رامي، لا رامي رامي ب5 سنين. رامي 4-5 سنين كده. رامي ب5 سنين. بس انا قصدي ليه الجيل، ليه يعني ليه احنا لحد برضو الجيل هل احنا. انا ما هو احنا مش هنخش في مزايده مصر هتديني كام والبلد الفلانيه هتديني كام. صح. لو كده يبقى انت بيع لا، انت اكبر من كده. واسم بلدك وفلاج بلدك اكبر من كده، وان انت تمثل بلدك بس ايه اكبر اللي من ممكن كده. تعمله للاعب؟ تعال انا اساعدك ازاي بقى. يعني لازم ازرع من جواك وانت صغير ان انت في بلاتفورم هي اللي هتوصلك لدي. تمام. لازم اوصلك ان انا بعمل لك البيك بتاع امكانياتي. يعني انا النهارده انت محتاج ايه؟ محتاج سبونسرز عشان خاطر تسافر عدد بطولات عشان تبقى جامد جدا عشان تعرف تمثل مصر في الاولمبيكس، هعمل لك كده. محتاج كامبس معينه، هعمل لك كده. محتاج حاجات سايكولوجيكال، محتاج اي حاجه، هعمل لك كل السيت اب توفر له اللي كل انت هتروحه بره هعمله لك. انا هعمله لك هنا. وخلي بالك انت ازاي، ما انت مش هينفع كله ترمي على الوزاره او مش هينفع كله ترمي على اللجنه الاولمبيه. انا اصلا شايف انه لازم يعني تقلل جدا طبعا. ما انت مش هينفع. انت عندك يعني حاجات تانية كتير قوي ممكن تستغلها. عندك رعاة كتير قوي ممكن تستغلها. عندك قطاع خاص ممكن تستغله ولازم تستغله. يعني اوريدي خلي بالك احنا معلش عملنا انا عايز كده. اقول لكم على حاجه، يعني مع احترامي الشديد، لو انتوا ما استغلتوش القطاع الخاص يبقى عندنا مشكله. مين اللي هيستغله؟ يبقى احنا عندنا مشكله. مع احترامي الشديد أيوة يعني انتوا عندكم كل الامكانيات وكل الحاجات اللي تاهلكم ان انتوا تجيبوا انفسترز وتجيبوا سبونسرز وتجيبوا كل حاجه. عندكم ابطال عالم لعب محتكرين فيها اللعبه، دخلتوا الاولمبياد. يعني قصدي في مصر. بص انا الالعاب التانية تشتكي، الالعاب التانية من حقها تشتكي. البنك عندي كان عامل بروجرام. اخترنا، انا اتكلمت عنه قبل كده على فكره، اخترنا وومنز ان سبورت. كان معانا هنا تامر يسري برضو اتكلمنا، كان هو انا كنت من ضمن الكوميتي بتاعت البروجرام ده. فكره انا حتى سالته مين صاحب الفكره دي، لان فكره هايله. مريم السبت بالظبط، هو قال لي كده. رئيس قطاع التجزئه والمصرفيه عندنا في البنك. هو قال لي كده، وانا هي صاحبه الفكره. انا عجبتني الفكره كلها. هقول لك ليه. لانه دي مشكله كبيره جدا موجوده عندنا في مصر في الرياضه كلها، ان السن ده السبونسرز مش بيحبوا يعملوا سبونسرنج للالعاب للاعمار السنيه الصغيره. هدف البروجرام اصلا اللي انت بتقوله ده دلوقتي، يعني فكره استاذه مريم كانت ان احنا مش عايزين بطل، احنا مش عايزين واحد على الجهاز، صح. احنا عايزين واحد نساعده ان هو يكون بطل، نعمل ستوري. طيب احنا خدنا بقى من كل، انا بقول لك احنا كانت الكوميتي، كنت انا، كان تامر، كان مهندس شريف العريان طبعا، يعني شريف العريان طبعا، يعني ده رئيس الاتحاد الخماسي وسكرتير العام اللجنه الاولمبيه طبعا، يعني وراجل عمل شغل كبير قوي. ايه مدني طبعا اشهر يعني اول عضوه في اللجنه الاولمبيه الدوليه في مصر يعني. وعضو في مجلس النواب وبطله عالم وبطله اولمبيكس يعني شخصيه طبعا. احنا اخترنا ايه؟
مهمة. انا ليه دخلت في الكوميتي دي يعني؟ ليه كنت احنا اخترنا 2 لعيبه بس بنات يعني من السكواش. حد اعتذر وحد كمل. حد بوتنشال جدا لسه صغير بس بوتنشال جدا، خدناه في بطوله العالم اللي هي اللي فاتت. بص يعني البنك اختاره وفي نفس الوقت خدناه في بطوله العالم، فيعني الحمد لله كنا ماتشنج ان احنا عاملين نفس الحاجه مع بعض. انا كنت حابب ان انا سبورت كل الالعاب في مصر. اخترنا لعيبه جامده جدا. انا اللي عرفت ان اتقدم لكم عدد كبير قوي، ان انتوا كان عندكم مشكله في الاختيار. اخترنا عدد مهول. خلي بالك ان احنا اصلا كنا احنا كنا مختارين، كنا عايزين عدد معين وزودنا. ايوه وده بالسبورت بتاع استاذه مريم ان احنا زودنا. لا خلاص مش مهم، لا ده لازم نساعده. هو ده بقى، لا دورنا ده دورنا ان احنا نساعده. ده المفهوم الصح بتاع صح. كلمه رعايه. صح. انت تعمل رعايه انك تبقى راعي فعلا للرياضي ده، ان انت تمشي معاه المشوار من الاول. صح. ان انت تساعده وترعاه ان هو تطوره عشان يبقى بعد كده بطل. عشان بدل ما احنا عندنا دلوقتي 10 ميداليات اولمبيه، لو كل شركه في مصر وكل مؤسسه راحت لدول عملت ده، هيبقى عندنا 100 بطل، مش هيبقى عندنا بطل واحد. ده بيزرع جواك ايه بقى؟ ان انت تبقى لويل للمكان اللي انت فيه ده دلوقتي. طبعا تبقى لويل ان انت واخدك، انا واخدك من صغرك. انا بحط في المايند سيت بتاعك ان انا شايفك. المشكله بتاعت التجنيس نرجع لها تاني، ان انا مش شايفك. انا بفضل مهمل فيك، مش بتكلم على سكواش بس، في الالعاب يعني انا المشكله موجوده في كل الالعاب. مهملك جدا جدا جدا. في الاخر ايه ده؟ انت جالك طب اعمل لك ايه عشان طب ما هو من الاول قبل ما انا اوصلك لكده، تعالى بقى انا اشوف انت مشكلتك في ايه. صح. بس ان انت توفر يعني على قد ما تقدر. ما هو اللعيب لو ما حسش ان هو مظلوم، اوفر ان انا احسسك ان انا شايفك. مش ما هو انت النهارده تاني، انا مش سلعه ان انا اللي هيديك اكتر. انت مصري يعني لازم تلعب باسم مصر، يعني لازم، بس انا شايفك. دي مهمه جدا. دي نقطة مهمة. واكيد لازم برضو من الحاجات اللي انتوا تبقوا يعني حتى تبقوا مركزين فيها الفترة اللي جاية، هي فكرة ان انتوا تجيبوا رعايات جديدة للاتحاد، انه ما يبقاش الاعتماد كله على دعم. طبعا الدولة بتدعم على قد ما بتقدر، ولكن في الاخر ما ينفعش ان احنا نعتمد بس ان الدولة هي اللي هتعمل الدعم. هي الدولة تعمل ايه ولا ايه؟ ما هي دي النقطة. ما ينفعش احط بريشر اكتر من كده. هي بتدعم وبتدعم كويس وسبورت وما بتاخرش علينا في حاجة، خلاص. بس انا لازم برضو سبورت. انا لازم تنويع الموارد ده اساس النجاح. ما ينفعش يبقى عندي يعني سورس واحد بس، ما يبقى عندي 10. وعشان كمان خلي بالك انت بتتكلم في لعبة دلوقتي الاف الناس بتلعبها، عشان تقدر تعمل لهم الرعاية المظبوطة والدعم المظبوط مستحيل الدولة تقدر تصرف على بلد فيها 100 مليون واحد. لا طبعا. يعني الكلام ده مش هو ليه الانديه الخاصه بتعرف تجيب لعيبه او بتعرف تبني، والانديه القطاع العام مش عندهم بادجت، عندهم ميزانيه. القطاع العام بيصرف على كام لعبه، والقطاع الخاص بيصرف على كام لعبه. تعال شوف الانديه القطاع الخاص اللي موجوده دلوقتي يصرف لها ايه؟ 4-5 لعبات. القطاع العام بيصرف 20 لعبه. طب ده مش هيصرف زي ده. والمشكله في الاخر ان الفلوس بتتقسم على عدد كبير بالظبط. فبرضه ما بيوصلش الدعم المناسب. يعني مهما حصل تنويع الموارد وتصرف الموارد ازاي، ويبقى عندك لونج تيرم انفستمنتس، ان انت معاك لونج تيرم ريليشن شيب مع حد تمضي معاه مثلا سنه ولا 2 ولا 3 ولا 4. حد يجي ياخد ملف الجونيورز، حد يجي ياخد كل دي استراتيجي. انا بحكم الحته اللي انا فيها فاهمها كويس قوي، ومن ضمن الحاجات اللي قدمتها. بس طبعا محدش هيقول للرعاة لا، بس الفيجن كانت على قديمه جدا. لا تعالى عايز حد يشيل سفرية البريتش، لا انا مش عايز كده. انا عايز اعمل، انت بتتكلم ان انت عايز استراتيجيك بارتنر، حد يبقى شايف وعنده بلان ومكمل معاك. طيب انت النهارده هنرجع لومنز ان سبورت، هو احنا عملنا كونتراكت سنه؟ لا احنا مكملين. مستحيل ما انت مكملين. انا عايز اشوفه وانا واخده هنا، عايز اوصله لنمبر 1. فانا ما ينفعش اخده ما ينفعش اخده بطوله. ما ينفعش دايما يبقى كل الاستراتيجي بتاعتي شورت تيرم، اساسيات شورت تيرم، ميديوم تيرم، لونج تيرم. يعني انا بتفق معاك، وخصوصا لو هتبتدي في السن الصغير ان هو بيحتاجوا وقت. يعني عشان تاخد حد عنده 15 سنه او 16 سنه هو قدامه لسه 3-4 سنين على ما يوصل ان هو ينافس على فانت الدور بقى بتاع الراعي ان هو يفضل معاه في الوقت ده، وان هو يوفر له كل الحاجات اللي هو صح. محتاجها عشان يطوره بشكل اكبر. لان بجد في مواهب كتير قوي في مصر ما بتكملش، مش ما بتكملش، لا بتدفن، بتهدر بسبب انه ما بيلاقوش الدعم الكافي.
وفي اولياء الامور برضو يعني معذورين. يعني انت طبعا. دلوقتي لا ما تقدرش تحمل ولي الامر كل الكلام ده، لانه ان هو يجيب له ان هو يسفره معسكرات بره ويسفره، ده خلي مصاريف بالك ان كبيره السكواش، لو جدا هنتكلم عن السكواش كمان، السكواش لعبه مكلفه جدا جدا. جدا. صح. يعني سواء بقى الايكويبمنتس او سواء التمرين او سواء السفر او سواء حاجات كتير قوي على كل السكيلز، يعني الصغيرين وبصراحه اولياء والكبار. الامور كمان بيتحملوا يعني اولياء الامور بيشيلوا جزء كبير جدا. هم شايلين يعني يعني ده طبعا يضرب لهم تعظيم سلام دلوقتي. لا هم شايلين في كل الالعاب 99.9 يعني. في كل الالعاب. فدور الاتحاد ان هو يزود الموارد ويوزع الموارد دي بشكل عادل على اللعيبه، عشان ممكن اللعيب يكون عنده موهبه بس ما عندوش الامكانيات ان هو يصرف المصاريف دي وانت كلها. بيخش لك موارد ازاي تنميها من جواك. يعني انت ازاي، انت بيخش لك مثلا اشتراكات بطوله، بيخش لك كذا، ازاي تنميها وتعمل لها بوزيشن. من ضمن الحاجات مثلا اللي بسبب الامكانيات مش موجوده، انت ما عندكش مدير فني بتجيبه السنه كلها، انت مش قادر. فانت بتجيب مدير فني للبطوله قبلها بشهر. هل ده لوجيك؟ ده مش لوجيك. الناس تقول لك جايبين مدير فني للبطوله قبلها بشهر. ما انا ما عنديش البطولات الدوليه، البطولات الدوليه بس، بطوله عالم مثلا، بطوله مش عارف ايه. لا، من ضمن الاستراتيجي بتاعه الاولمبيكس ان انت يبقى عندك مدير فني طول السنه. هتوفر له ازاي؟ عندك الامكانيات ان انت توفر له، وحاطين لها البلانز ان احنا نوفر للمدير الفني ده انه يبقى موجود طول السنه، وتوفر له ان هو الحاجات اللي هو هيطلبها. دي بلان موجوده، دي بلان موجوده. هتعرف تعملها بس مش دلوقتي. هنعملها ان شاء الله كمان شهر ونص. طيب حلو. احنا كده اتكلمنا في مشكله التجنيس، واتكلمنا في الاولمبيات. في بقى برضو حاجه من الحاجات المهمه المرحله اللي جايه دي، فكره انه يعني الخلاف اللي حصل او الانقسام اللي حصل ده نتمنى ان هو ما يحصلش في الفتره اللي جايه. فلانه برضو الخلافات الكتيره بتخلي في الاخر ان انتم ما بتقدروش تاخدوا قرارات يعني 100% صح. سليمه انتم متفقين عليها كلها. فدي برضو حاجه من الحاجات اللي انتوا اكيد هتبقوا واخدين بالكم منها، او يعني بتحاولوا ان هي ما تبقاش موجوده في الدوره الجايه ان شاء الله. ما علشان كده احنا مش قوائم بس مختارين بعض علشان بنعرف نوصل يعني انت شايف انه مهم انه في الاخر يبقوا اللي ينجح المجموعه اللي تنجح تبقى مجموعه اوريدي متوافقه مع بعض، تبقى متوافقه. ممكن كلنا ننجح، ممكن كلنا ما ننجحش، ممكن انا بيرسونلي ما انجحش، بس اتليست يبقى في لغه حوار. خلي بالك مين هيجي مش مهم. انا مش فارق معايا خالص مين هيجي، انا فارق معايا ان اتليست اللي هيجي انا متاكد ان هو هيبقى عايز يعمل حاجه. والمجموعه اللي احنا فيها دي انا مش عايز ابقى قاعد طالع يعني دعايه انتخابيه. انا لا مش يعني دعايه انتخابيه بس، خلاص ما احنا اصل احنا في الوقت ده لازم يعني نتكلم عن الانتخابات. الموضوع بس صدقني كل واحد فينا لو استغلناه صح، لو استغلينا احمد حواس صح، هيعرف ينتج كويس قوي بحكم حاجات كتيره قوي. وبحكي لك على فاكتس يعني والناس كلها عارفه. لو استغليت كل واحد صح من اللي موجودين زي طارق ولا امنه ولا مرشدي ولا محمد حق، كل الناس دي، لا الناس دي هتعرف تستفيد منها، بس تعرف تديليجيت لكل واحد يعمل ايه. تمام. ودي حاجه انتوا اكيد يعني نظام انتوا لا متفقين عليه، حاطين له ستراكشر، حاطين ستراكشر لكل الكلام ده. مش كده بقول لك إيه بتقول لي امتى هنعمل الكلام ده؟ قلت لك شهر ونص، لان طبيعي لازم يبقى فيه مدير فني، طبيعي لازم يبقى فيه كذا. طب هتجيب فلوس المدير الفني ده ازاي؟ ما هو ممكن بيبقى بيخش له فلوس انكم كذا كذا كذا، هتعوضه ازاي؟ فكل دي محطوط لها بلان. حلو قوي. في برضو نقطة مهمة محتاجين برضو ان احنا اتكلمنا عن دور الوزارة والعلاقة بالوزارة، بس انت شايف ايه نوع الدعم اللي انتوا او ايه شكل العلاقة اللي المفروض تبقى ما بين الاتحاد والوزارة الفترة اللي جاية اللي تسهل لكم المهمة بتاعتكم؟ يعني هي اوريدي مسهله لنا. خلي بالك احنا مش بنواجه مشكله في الحته دي خالص. بالعكس، انت لما بتوظف في اي سبورت بتلاقيها موجود. البروتوكول معمول علشان خاطر الاولمبيكس والدعم والكلام ده معمول وفي حيز التنفيذ. مش شايف ان احنا عندنا مشكله في الحته دي قد ما احنا عندنا مشكله ان احنا ازاي بقى نطبق الاستراتيجي اللي احنا نفسنا فيه، يعني انت اللي شايف تخدم مجتمع الاسكواش. حلو. يعني انت مشكلتكم كلها مشكله اداريه، مشكله في طريقه كيفيه اتخاذ القرارات جوه اتخاذ القرار، المجلس، ان هو ما يبقاش قرار فردي. مش شايف ان انتوا عندكم اي مشكله تانية خالص؟ يعني اي مشكله تانية انت شايف ان هي ليها حل؟ المشكله الوحيده ان انتوا يبقى في توافق اكتر. اي حاجه في الدنيا ليها حل غير ان انت تطلع بقرار فردي، غير ان انت ما تبقاش متفق
على ان عايزين المصلحه الجماعيه او المصلحه العامه. دي بالنسبه لي اهم حاجه. ده اللي انتوا وان الناس تبقى مطمنه. ما هو خلي بالك ايه اللي مش بيطمن الناس؟ ما هو كل واحد هيبقى باصص. انا النهارده بص على الموضوع من فوق، ولي الامر باصص لابنه بس، وده حقه، حق مشروع جدا. بس ايه اللي بيخليه يقول او يشك؟ اللي لسه داخل سكواش جديد، ايه اللي بيخليه يشك؟ ان هو شايف خلافات كتير، شايف تضارب في الاقوال، شايف بديهيات ما بتتعملش، مم. فيبتدي يقلق. فقلقه ده على فكره ممكن ما يطلعش كان بس في السوشيال ميديا، او يطلع ممكن يخاف يقول لك يا عم لا انا عايز ابقى ابعد ابني عن الكلام ده. ممكن ابنه ده يبقى بطل عالم، فانا ابقى خسرت بطل عالم. انا مم. عايز بقى، انا عايز اوصل ان انا الناس تبقى مطمنه ان الموضوع فير جدا، ان الموضوع ماشي ستريت جدا، ما فيهوش اي حاجه. هو اكيد هيبقى شايف انا لو ما خدتش ابنك يبقى انت بتاع، بس انا في الاخر باخد ديسيجنز، والديسيجنز بترفلكت على نمبرز. مم. حصل مشاكل كتير قوي قبل البطولات اللي فاتت، ريفلكت على النمبرز. طالما النمبرز دان يبقى انا صح. يعني احنا نتمنى طبعا ان الفتره اللي جايه تقدروا تحققوا الكلام ده، ايا كان مين اللي هينجح. يعني بنتمنى يعني التوفيق ليكم كلكم، وبنتمنى يا رب الفتره اللي يا جايه المجموعه اللي موجوده تقدر تنفذ الكلام ده كله بشكل كويس، لانها بصراحه يعني هي مهمه جدا، وكل المصريين هيبقوا يعني ورا السكواش الفتره اللي جايه دي، عشان خلي بالك انت عارف يعني احنا لو جبنا ميداليتين ذهب مثلا، دول ممكن يطلعوا مصر مثلا في ليفلز تانية خالص. لا يعني انت مثلا لو انت في نمرة 70 80 تبقى نمرة طلعك 30، صح طبعا نمرة 35، طبعا. يعني تحط مصر في حتة تانية خالص يعني. وخلي بالك ان ده هدف، مش ان احنا بس نجيب. طبعا هدفنا ان انت يعني تجيب اول ما الاسكواش يخش الاولمبيكس، تبقى انت من ضمن الميداليات اللي ان شاء الله هتيجي. بس هدفك ان انت تطلع برضو مصر الليفلز دي في الرانك، تطلعها من 70 ل 30 ل 25 ل 40 ايا احنا كان. بنشوف دلوقتي مثلا الميدالية، يعني لما بنجيب ميدالية ذهب مثلا احمد الجندي او اي حد من الناس اللي جابوا ميداليات ذهب، يعني ميدالية الذهب دي يعني ليها ويت، ليها ويت، مرعب. وليها ويت كبير صح صح. جدا، غير على فكرة غير السيلفر، وغير طبعا السيلفر حاجة حاجه جامدة كبيره جدا، جدا. لا لا، وليها ويت. بس الجولد ليه ويت مختلف خالص، صحيح. وبيفرق جامد جدا في البوينتس بتاعت البلاد، وحاجه بتفضل عايشه طول العمر. يعني اللي بيجيب ميداليه ذهب في الاولمبيكس ده بيفضل طول عمره، صح. بطل وبعد حتى اولمبي، لما بطل اولمبي. بيتوفى الناس كلها بتفضل فاكره صح انه اسمه بيفضل مكتوب في التاريخ ان الشخص ده حقق الميداليه دي. صح. فمصر عندها فرصه كويسه، احنا ان شاء الله هنستغلها، وان شاء ان شاء الله الله هنستغلها. لازم ان احنا نقدر نستغلها، وهنشتغلها لانه بارل ما بيننا، ما بين كاتحاد والوزاره في ظهرنا واللجنه الاولمبيه في ظهرنا، لان مصلحتنا واحده. طبعا مصلحتنا ان احنا في لازم كل الاخر المؤسسات وكل تبقى مصلحتها واحده. الناس اللي موجودين، سواء بقى كانوا اي حد ليه علاقه باللعبه، ان هو الفتره اللي جايه دي يشتغل بقى، وما نفكرش ان احنا كسبانين، لانه المنافسه هتبقى صعبه، والبلاد كلها ابتدت تشتغل لا من مش كسبانين خالص. بلاد كلها هتبتدي كله تشتغل من هيشتغل وكله دلوقتي، هيهنت عليك، وكله وبالظبط. خلي بالك عايز يجي يتمرن هنا عشان عشان ينقل اللي انت بتعمله هنا ينقله هناك. وابتدوا دلوقتي الناس فدي بلان برضه. مدربين كتير مصريين بيبقوا موجودين في ده بلان ان انت ازاي برضو من ضمن ان انت تحافظ على اللعيبه، ازاي تحافظ على المدربين اللي هنا، وازاي المدربين الكفاءات اللي طلعوا بره طبعا تجيبهم تاني، حتى يعني. لو بفلوس اقل، بس تجيبهم ازاي. دي مهمه جدا، ودي كمان محطوط لها بلان. يعني الكلام ده كله كلام محترم جدا. وفي نهاية بقى القعدة دي أنا كنت عايزك كده، لو أنت بتفكر إن أنتوا مثلا توجه كلام للمجتمع السكواش، أو لو في وعود معينة ممكن توعدوها للناس إن شاء الله، لو أنتوا المجموعة بتاعتكم نجحت الفترة اللي جاية، إيه الحاجات اللي هم هيشوفوها مختلفة في الفترة اللي جاية عن اللي حصل في الفترة دي؟ بص زي ما قلت لك احنا في نص السيزون، بس الحاجات اللي يعني ممكن ما تبانش على طول، بس يعني فيري سون على ارض الواقع. لا هيحسوا بتغير في حاجات كتيره قوي، هيحسوا ان في فوكس عليهم، هيحسوا ان احنا شايفين كل واحد في حتته، او كل بلاير مش واخد فرصته، لا هياخد فرصته. هنوسع القاعدة جدا جدا، علشان خاطر ممكن لما نوسع القاعدة دي يظهر لنا بطل اولمبي واحد واثنين
بعد الاسكواش لما ان شاء الله يطلع من ال اي ويخش في اللي بعدها في استراليا، والاسكواش يخش برضه في استراليا، يبقى في حد عندنا. فاحنا مش هنبص خالص على تحت رجلينا شورت تيرم، لا مش هنبص على ال اي اللي جايه دي بس 2028، لا هنبص على كل الاعمار اللي فاضله. الناس هتحس في تغير. اكتر حاجه هيلمسوها ان الموضوع ما فيهوش في ريسبكت اللي هم اتأثروا الفترة اللي فاتت بيه بسبب قرارات سريعة. خليني اقولها سريعة، انا بحب اكون متحفظ. قرارات سريعة، لا هيحسوا بحاجات ملموسة ان احنا لا وي ريسبكت الظروف المحيطة، ونحاول نبوش في الضغوط اللي عليهم، سواء بقى تمرين او فاينانشلز او اي حاجة. دي الحاجات اللي وانا شورت تيرم هنعرف نعملها لحد ما السيزون يخلص ان شاء الله. هو طبعا يعني هو الفكره في الاخر انه الاتحاد دوره ان هو يوفر الامكانيات المناسبه للعيبه اللي موجوده ويريح اولياء الامور والحكام والمدربين وكل اي حد موجودين في المجتمع ده. هو دور الاتحاد ان هو يدعمهم وان هم يوفر لهم صح. كل الامكانيات اللي هم محتاجينها عشان يشتغلوا احسن وعشان يحققوا احسن. فدي حاجه اكيد مهمه الفتره اللي جايه. وانا برضو يعني كنت حابب يعني في نهايه الكلام كده ان احنا برضو ناكد انه في الاخر كل الناس اللي موجوده عايزه المصلحه. كل واحد ممكن يبقى شايف المصلحه من وجهه نظره بطريقه معينه. ده ما يعني ما بيخليش حد وحش وحد كويس، بس كل واحد عنده فكر معين وعنده طريقه معينه. وفي الاخر احنا بنتمنى ان كل الناس اللي تبقى موجوده الفتره اللي جايه تقدر تنفذ الكلام اللي موجود عندهم ده، وتقدر تطلع السكواش. احنا طبعا في حته كويسه بس ممكن نروح لحته احسن كمان. صح. فده كله هيتوقف على المجموعه اللي جايه وادارته للعبه الفتره اللي جايه. ويعني في نهايه الحلقه برضو انا بشكرك تاني، وانا مبسوط جدا ان انا قدرت اعمل الحكايه دي، وان انت جيت واهتميت ان انت توضح لكل الناس المشاكل اللي كانت موجوده، واهتميت ان انت تقول لهم ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه. لانه في الاخر زي ما اتفقنا انه اهم حد في المنظومه دي كلها هم اللعيبه واهاليهم اللي صح. بيودوهم، والناس اللي حياتهم كلها مرتبطه باللعبه. فكون ان انتوا بتهتموا بيهم وبتهتموا ان انتوا تشرحوا لهم كل حاجه وتوضحوا لهم الكلام ده بيبين ان انتوا فعلا موجودين عشان تخدموهم ايا كانت بقى اتجاهاتكم عامله ازاي. وان شاء الله يعني ربنا يولي الاصلح ان شاء الله. انا اتمنى ان اكون ضيف خفيف، وان انا قدرت اوصل البوينت مظبوطه، او يعني كلامي وصل للناس. انا كنت قاعد على فكره بتكلم براحتي خالص. احنا يعني انا حاسس ان انا قاعد بدردش، مش يعني ناسي، بس هو المايك بس اللي مديني الاحساس شويه، بس انا قاعد بدردش لا بجد. لا احنا قاعدين قاعده فريندلي ومفيش حاجه متفقين عليها ولا اي حاجه. كل واحد وما عندناش حتى يعني اي ريد لاينز ولا اي حاجه. اي حد حابب بيتكلم. واحنا في الاخر برضو على زي ما انت قلنا في الاول ان احنا على مسافه واحده من كل الناس. احنا ما عندناش مصلحه مع اي حد. احنا مصلحتنا ان احنا نحاول نساعد انه صح. يبقى في نظام احسن، يبقى في اعلام بيتكلم عن مشاكل بتاعت مجتمعات. الحاجات دي برضو بتساعدنا. خلي بالك ان احنا برضو نلاقي ان الاسكواش يتشاف. هو ابتدى يتشاف، بس الاسكواش يتشاف اكتر. مشكله كبيره من خلال بروجرام زي اللي احنا فيها دي دلوقتي. مشكله كبيره من مشاكل الاعلام الرياضي في مصر عموما ان هي مركزه بس على كره القدم. صحيح. ودي ليها اسبابها، يعني دي محتاجه حلقه تانية لو هنتكلم فيها. احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجيب المشاكل اللي موجوده في الالعاب التانية ونتكلم عليها، ونجيب الحاجات الكويسه كمان برضو ونتكلم عليها. نهتم بالحاجات المهمه. الانتخابات دي حاجه مهمه جدا. فنتمنى ان احنا نكون ادينا يعني فرصه ليك ولاي حد تاني ان هو يقول وجهه نظره. وفي الاخر الناس اللي بتتفرج علينا هي اللي هتحكم وتقول ايه اللي انسب ليهم. وان شاء الله يعني بنتمنى زي ما قلت لك انه ربنا يوفقكم ويوفقكم الفتره اللي جايه. وان شاء الله خلال نحتفل كمان 4 سنين بقى بالميداليات مع بعض هنا برضو ان شاء الله. وبس بتمنى لك التوفيق، وشكرا ان انت جيت يعني واخترت ان انت تتكلم من عندنا. شكرا جدا. شكرين. الف شكر.